معادلتين تهوية. النهارده جاي ادي لك معادلتين تهوية تشتغل بيهم صيف شتاء. اقرب لهم الى قلبي اللي انا بشتغل بيها على طول، يعني اللي هي الاقرب للرعاية الصحيحة. ان شاء الله هنشرح المعادلتين للرعاية. طبعا استاذ وائل من اقدم الناس عندي على القناة ومن اكبر الداعمين ليا بالدعاء وبالتعليقات. الاقيه الوحيد الاقيه عامل لي 5 كومنتات كلها بقى الله يبارك لك، اللهم صل على سيدنا محمد، وما اجمل ذكر الله والصلاه على النبي في الكومنتات. ده حاجه بتفرحنا جدا، ولا بيدعي لي ولا اكتر من 5 كومنتات ليه وتشجيع بقى، ربنا يوفقك، ربنا انت فراجل بصراحه ونعمه. فطلب قال لي يا ابو انس انا عيد شرح المعادله تاني على ورقه عشان الناس تفهم. انا واثق ان شاء الله ان هو فاهم المعادله، بس طلب كده نفعا للناس، وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك يا حبيب قلبي. وانا مش هشرحه على ورقه، انا جبت سبوره استاذ وائل ان شاء الله، مش خساره في راجل محترم زيك، وطالما انت الغرض نفع الناس، وبصراحه ما اقدرش ارفض له طلب لانه من اكبر الداعمين ليا. طبعا دعم اللي هو مش عشان كومنتات، يعني انا لحد الان القناه ليها سنه بشرح عليها 1000 جنيه ومش هينفع اسحبه غير لما يكون فيها 5000 جنيه. القناه ما بتجيبش فلوس، مجال الفراخ عموما على اليوتيوب ما بيجيبش فلوس، بس المقصد بايه؟ النور يعني دايما اللي بيشجعني بحس ان انا بقدم معلومه فعلا. الاقي الراي يعني لما الاقي حد مبسوط انه خد معلومه يدعي لي دعوه يذكر الله في الكومنتات، انا بنبسط بحاجه زي كده بستمر. الفيديو حتى لو جاب 2000 مشاهده، 10000 مشاهده، 5000 مشاهده، 1000 مشاهده، شافوا الكومنت بتاعه وصلوا على النبي، الحسنات بتعم، كلنا بنستفاد. فانا جبت السبوره دي لاجل ان هو راجل محترم ومن اكبر الداعمين ومشجعين ليا. ان شاء الله نشرح معادلتين تهويه بساط بطريقه مبسطه اسهل ما يمكن. خليكم معايا. هنا معايا السبوره ايه. اول معادله معانا اللي هي على ربع درجه الحراره الخارجيه. نبدا المعادله الاولى. المعادله الاولى قوسين. بعمل ازاي اول معادله اللي هي بتاع ربع درجه الحراره الخارجيه؟ انا بدايه كده عندي عدد 200 فرخ، فبضرب عند عدد 200 اهو، 200 في متوسط الوزن بتاعي اللي هو 300 جرام. ما تكتبش بقى 300، لا اكتب بوينت 300، يبقى 200 في بوينت 300 في ربع درجة الحرارة الخارجية. أنا عندي الحرارة خارج العنبر 20، فالربع كام؟ بيكون 5 على قدرة الشفاط اللي هي 4000، ونقفل يساوي هيدي لك 75 ثانية تشغيل. طب القن كام؟ احنا قلنا اول 10 ايام بتبقى على 100 جرام. اللهم صل على سيدنا محمد بتكون المعادله 5 دقائق، يعني بيكون الايقاف 5 دقائق والناتج ده بنطرحه من 5 دقائق. طب انا في الاسبوع الثاني دلوقتي انا عمري 11 يوم، هتكون المعادله اللي هي الكام؟ اللي هي ال 180 ثانيه. يبقى ال 75 هنطرحهم من 180 هيدي لك 105 كده. 75 ده عدد ده كده القن اللي هو زمن التشغيل. احنا في العمر الكبير احنا قلنا من عمر يوم لعمر 10 ايام بتبقى معادله ال5 دقائق اللي هي 300 ثانيه. فالرقم اللي بيطلع لنا اللي هو الناتج ده اهو، الناتج ده لما بيطلع بنطرحه من ال 300 ثانيه يديك مثلا 225 ايقاف. يبقى انا من بعد 10 ايام بتبدا ال 300 ثانيه اللي هي ال5 دقائق نغيرها ل 180 ثانيه. نبدا بقى نطرح ال 75 من 180 هيدينا 105. يبقى انا كده عندي القن 75 والاوف 105. نبسطها تاني، من عمر يوم لحد 10 ايام بتكون المعادله على 5 دقائق اللي هي 300 ثانيه. لو جيت عملت المعادله بتاعتي وليكن مثلا عندي 100 كتكوت، نيجي نعمل معادله مثلا على عمر اول اسبوع، نقول مثلا 100 كتكوت في متوسط الوزن، هنقول برضو 100 جرام بوينت 100 في ربع درجة الحرارة الخارجية وليكن 5 وعلى قدرة الشفاط اللي هي 4000. طب ايه هي قدرة الشفاط دي بقى ناس؟ بتكون مكتوبة على الاستيكر اللي هو في ظهر الشفاط. لما نقول بقى على قدرة الشفاط اللي هي 4000 هتدينا 12 ونص
يعني الشفاط اشتغل 12 ثانيه ونص، والاوف هيكون كام؟ احنا قلنا المعادله ديت من عمر يوم لعمر 10 ايام 300 ثانيه. نبدا بقى دي ثابته اهي، من عمر يوم لعمر 10 300 ثانيه، من عمر 10 لعمر 20 180 ثانيه، ومن عمر من عمر 20 لاخر الدوره 120 ثانيه، من عمر 25 لحد اخر الدوره وليكن 40، وهنا من عمر 10 لحد عمر 25، ومن هنا من عمر يوم لحد 10. فاول او من يوم ل 10 ايام بتكون معدل ال 300 ثانيه، من عمر 10 ايام ل 25 معدل ال 180 ثانيه، من عمر 25 لحد اخر الدوره اللي هي 40 معدل ال 120 ثانيه. احنا دلوقتي عمر 11 يوم، هنشتغل على انهي معادله؟ اللي هي من 10 ل 25 اللي هي معادله ال 180 ثانيه. لما جينا عملنا المعادله طلع لنا كام؟ 75. هنقصهم بقى من ال 180 ادتنا 105. المعادله اللي احنا عملناها على البيت كتكوت دي اهي، اللي هي 100 في بوينت 100 في 5 على قدره الشفاط 4 ادتنا 12 ونص، وليكن 13 مثلا. هننقصهم من 300، تنقص 13 من 300 هيطلع لك 287 اوف، والاون هيكون 13 ثانيه. دي المعادله دي كده اسمها اللي هي على ربع درجه الحراره الخارجيه. طب يا ابو انس، انا دلوقتي عملت المعادله دي، الشفاط لما اشتغل ال 12 ثانيه دول الحراره نزلت جامد، يبقى انت كده ما عندكش كميه تدفئه كافيه في المكان. لا يا ابو انس، عندي التدفئه كافيه في المكان بس فعلا الجو ساقع قوي. ما انا هقول لك بقى يا حبيب قلبي ان المعادله دي مش قران، ده حاجه بتقربك للتهويه الصحيحه. انت بعد ما بتعمل المعادله دي بتخليك تقطع 80% مثلا من التهويه الصحيحه. لو لقيت ان الشفاط او الهواء كميه الهواء اللي داخله بتبرد المكان عندك، حاجه من اتنين، يا اما التهويه عندك، يا اما عندك التدفئه مش مكفيه المكان، يا اما الجو ساقعه بره جامد. فانت هنا تعمل ايه؟ تقلل عدد ثواني التشغيل او تكتر عدد ثواني الايقاف، بس يفضل تقلل عدد ثواني التشغيل، يعني ال 12 نخليهم 10، ال 10 نخليهم 8 لحد ما تلاقي التهويه عندك مظبوطه في المكان. طب يبقى انس كده مش هيحصل كتمه؟ لا، ده دي معادله على ربع درجه الحراره الخارجيه، مش على كميه اللحمه، على ربع درجه الحراره الخارجيه عشان الهواء اللي داخل ما يسقعش المكان عندي. فهي بتبقى معادله تقريبيه. طب المعادله الثانيه بقى اللي هي القريبه لقلب انا كابو انس، اللي على طول اصلا بعد ما بعمل المعادله دي اجي مثلا احس ان الهواء متلج وان الحراره بتنزل، ببدا انقص في عدد الثواني واجي اعمل المعادله اللي هي الثانيه اللي هي على الكيلو اللحم، الاقي الحراره عندي مظبوطه. دايما بتكون صح بنسبه 90% اللي هي المعادله الثانيه اللي هي على كيلو اللحم. ايه هي بقى؟ ودي طبعا الاقرب الى قلبي واسهلهم واحسنهم. فين مفيش بشاور هنا، عادي امسح بصبعنا. انت بتاع فراخ يا ابو انس، يا امسح بصبعك، امسح. طب المعادله الثانيه بقى اللي هي على كيلو اللحم، بمعنى انا هتكلم عن ده يا ابو انس، عندي 200 فرخ، متوسط وزن النهارده 300 جرام. 300 جرام، 200 في 300 جرام هيدي لك تقريبا 60 كيلو. يبقى انا كده عندي في المكان كله لو جبت الكتاكيت دي كلها طلعتها كده بره ووزنتها هيدوني 60 كيلو لحم. كده انا عندي كام؟ عندي 60 كيلو لحم في المكان. كل كيلو لحم في العمر اللي احنا فيه ده بيحتاج من 3 متر لحد 5 متر هواء في الساعه. كل كيلو يعني كل كيلو محتاج 5 متر هواء في الساعه. فهنضرب 60، ناخد بره رقم الناتج ده اهو، نضربه اللي هو ال60 الناتج ده، هنضربه هنقول فيه 5. 60 في 5 اللهم صل على سيدنا محمد 300. يبقى نقول ال60 اللي هو الناتج اللي طلع اهو، الناتج ده هنضربه في ال60 هنضربه في 5 في 5 متر. احنا محتاجين قلنا لكل كيلو 5 متر، فاحنا عندنا 60 كيلو، نقول 60 في 5 هيساوي 300 متر هواء. محتاج ال 300 دول يدخلوا في الساعه، يبقى انا كده محتاج 300 متر هواء يدخلوا المكان بتاعي في خلال الساعه. تاني انا كده محتاج 300 متر هواء يدخلوا للعنبر بتاعي في الساعه. يبقى انا كده شغل الشفاط كام؟ كده احنا عرفنا كميه الهواء المطلوبه
للعنبر بتاعي. ارجع بقى لقدره الشفاط بتاعتي. انا عندي الشفاط بيخرج 4000 صافي، هنقسمه على 60 دقيقة، يعني نشوف الشفاط بيخرج كام في الدقيقة. هيساوي كام؟ 4000 على 60 فيها 66. يبقى انا عندي كده الشفاط كل دقيقة، كده انا بحسب بقى معادله الشفاط، واحنا كده عرفنا احنا محتاجين كام، 300. كده انا معايا كام؟ احنا كده بنعرف قدره الشفاط 4000 على 60 دقيقه اللي هي الساعه. يبقى انا كده عندي كل دقيقه الشفاط بيدخل كام؟ 66 متر هوا. لا انا عايز 300. يبقى انا كده هشغل كام؟ لو قلنا مثلا قسمنا ال 300 على 66، لو قسمنا ال 300 على 66 3 على 6 5 6 4 5 6 يدينا 5 دقايق تشغيل. لو قلنا ال 300 يبقى انا كده الشفاط لو اشتغل 5 دقايق متواصله هيدخل لي كام؟ 300 متر هواء اللي انا محتاجهم للمكان بالكامل في الساعه. طب انا كده الشفاط هيشتغل 5 دقايق ويقف 55 دقيقه؟ لا احنا كده محتاجين، احنا قلنا الشفاط بيدخل كام؟ 66. طبعا مش هينفع اشغل 5 دقايق متواصله عشان هيسحب لي الهواء السخن اللي في المكان كله ويدخل لي مكان هو متلج والعنبر هيطشم. يبقى انا كده عملت ايه؟ طب اعمل ايه بقى؟ ابدا. احنا قلنا الشفاط بيدخل في الدقيقة كام؟ 66. يعني لو 66 لو شغلنا الشفاط نص دقيقة هيدخل كام؟ 33 متر، يعني نص 66 كام؟ 33. فأنا مش هشغل 5 دقايق وهوقف ساعة، لا أنا هقسم من نص الساعة وأقسم النص دي. هبدأ مثلا أخليها كام؟ هيبقى 33 كده الشفاط هيشتغل 33 ثانية ويقف كام؟ نص ساعة. يقف نص ساعة 30 دقيقة. طب يا بونس الشفاط لو اشتغل 33 ممكن ينزل لي درجة الحرارة. طب لو وقف نص ساعة ممكن يحصل لي كتمة. انا نعيد بس تاني النقطة دي عشان ما حدش يتوه. انا ليه خليتها 33 ونص؟ احنا قلنا الشفاط بيدخل 66 متر في الدقيقة، يعني لو اشتغل نص دقيقة هيدخل كام؟ هيدخل 33 ثانية. يبقى كده بدل ما يشتغل 66 ويقف ساعة لا هيشتغل 33 ويقف نص. يعني كده قسمت النص، قسمت نص الساعة، بدل ما ساعة خليتها ونص، وبدل ما 66 بدل ما هي دقيقة اللي هي دي زمن التشغيل لا خليتها نص دقيقة اللي هي كام؟ 33. احنا الشفاط بيدخل كام في الدقيقة؟ بيدخل 66. طب لو اشتغل نص دقيقة هيدخل كام؟ هيدخل 33. طيب لو وقفنا ساعة يحصل كتمة؟ لا احنا نوقف نص. يبقى قسمنا بالنص، قسمنا 66 وقسمنا الساعة. كده احنا الشفاط بتاعنا بيدخل اهو 66 كل ساعة. فاحنا كده قسمنا 66 وقسمنا الساعه اللي هي 33 و30. طيب كده ممكن يحصل لي كتمه؟ لا كده ممكن اقسم بقى ال 33 الثانيه دي واخليها كام؟ نص ال 33 هيبقى تقريبا 15 16 يبقى 17 ثانيه مثلا. نقول 17 ثانيه نص ال 33 ونص ال 30 دقيقه ايقاف هيبقى كام؟ هيبقى 15 دقيقه ايقاف. في كتكوت اتزنق اروح اشيله ولا خليه مزنوق عشان يحرم؟ يبقى كده الشفاط هيشتغل معايا كام؟ 17 ثانية تشغيل و15 دقيقة ايقاف. طيب حسيت انت ان في نسبة كتمة كده؟ ال 17 ثانية دول صح، دي كده كمية الهواء اللي انت محتاجها. حسيت ان في كتمة في المكان؟ قلل الدقايق خليها 14. طب لسه في كتمة؟ خليها 13. الدنيا مظبوطة؟ ثبت الدنيا يا باشا معاك ايه على كده. انا عندي اهو التايمر معمول، انا المفروض كانت طالعة معايا 17، التايمر معمول على 14 والايقاف مخليه في شخبطه اهي. الايقاف معمول انا مخليه على 12 دقيقه مش 15 يا جماعه، عشان كل ما الشفاط يشتغل لاحظت انا بقى ايه بقى؟ كل ما الشفاط يشتغل انا ظابط عند كده الشفاط حاليا اشتغل اهو ادى معايا امر تبريد. انا ظابط السيرموسات على كام؟ على 30.2. شوف الشفاط هيشتغل اهو 14 ثانيه مع بعضين اهو وهيقف. درجه الحراره اخيرا تنزل 2/10 1/10. لو نزلت نص الدفايات بتشتغل على طول. يبقى انا كده محافظ على درجه الحراره والهواء انا قاعد في المكان اهو مرتاح جدا قوي. فانا المعادله بتكون تقريبيه واقربهم الى قلبي ودايما بتكون صح وبتسهل عليا الدنيا، هي معادله الحسبه بالكيلو. طيب انا لقيت الدنيا عندي مكتمه، بقلل وقت الدقايق يعني ما يقفش
ما يقفش الشفاط 13 دقيقه، لا يقف 10 دقائق، يكش حتى يقف 6 دقائق. اهم حاجه الشفاط وهو شغال ما ينزلش درجه الحراره درجه زياده عن اللزوم. يعني مثلا لو درجه الحراره نزلت درجه وفي خلال ال 14 دقيقه رفعت الدرجه تاني، يبقى انت كده عندك عجز درجه. فانت تخلي ايه؟ تخلي اللهم صل على سيدنا محمد زمن التشغيل ثابت عاد 17، وتلعب بقى في ايه؟ في زمن الايقاف. لو زمن الايقاف بيكتب معاك الدنيا والحراره بترفع عندك، قلل زمن الايقاف. لو زمن الايقاف بيسقع معاك الدنيا، علي زمن الايقاف لحد ما توصل للمظبوط. بس هي غالبا بتكون مظبوط. يعني انا كده عندي الحراره هنا ظبطت على 30.2، هي حاليا معايا كام؟ 29.4، يعني نقصت 6، نص درجة. ما يزعلنيش. في خلال ال 14 دقيقة بتكون الحرارة اتظبطت والدفاية اتفصلت والدنيا عندي مستقرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.